أمور كثيرة إلى أن وصل إلى المدينة المنورة. وقلنا لكم في الحلقة الماضية أننا سنشرح كيف استقبل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الحلقة نستعين بالله سبحانه وتعالى ونسأله الإخلاص والصدق والإعانة وتلين القلوب لهذه السيرة الطيبة المباركة التي تذكرنا بجهود نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في نشر هذا الدين وتوضيحه للناس وبناء الدولة الإسلامية التي انطلق منها الخير في ربوع أنحاء العالم الإسلامي، حتى أصبح من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكثر من ملياران من البشر كلهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بمختلف مذاهبهم وتوجهاتهم، لكنهم يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويوحدون الله تبارك وتعالى. إذن هذه الدعوة المباركة لم تكن لتصل إلى هذا الحد إلا لأن الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس، وحفظه عليه سبحانه وتعالى أيضا لنبيه الكريم من أي شيء يشوبه صلى الله عليه وسلم. إنا كفيناك المستهزئين. وبالتالي فنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هو مبارك حيا وميتا، ودعوته محفوظة حيا وميتا، ودينه محفوظ. وكما تلاحظون مشاهدي الأكارم، هذا الدين إذا حورب اشتد وإذا ترك امتد. هذه العبارة تعجبني كثيرا. الإسلام إذا ترك امتد وإذا حورب اشتد، فلا يستطيع أحد أن يقاوم الإسلام ولا أن يحاربه، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يحفظ هذا الدين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، في آية أخرى ولو كره المشركون. إذن هذا الدين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. ونحن كبشر نحتاج إلى أننا نشرح سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، ونوضح أن هذا النبي الكريم هو نبينا، وهو حي معنا بسيرته وبسنته وقائم، ونستمع إليه وننادي اسمه ليلا ونهارا، ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وننشر سيرته وسنته في بيوتنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا وفي أعمالنا أيضا وفي شركاتنا وفي مؤسساتنا وفي شوارعنا. هو نبينا القدوة الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكل سيرة عطرة لهذا النبي الكريم هي مباركة، وهي تدخل ضمن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكل من رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه الله عز وجل. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال المفسرون: كل من رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الله ذكره. الكل يدخل في هذه الآية العظيمة الكبيرة: رفعنا لك ذكرك. فمن رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره. وهكذا تلاحظون بعض الناس لا تعرفه إلا من خلال أبيات قالها في نبينا الكريم فرفعه الله عز وجل. آخر أنشد أنشودة في نبي عليه الصلاة والسلام مدحا فرفعه الله عز وجل. ثالث كتب كتابا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه الله عز وجل. وهكذا، لأن هذه الآية الكريمة هي تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، وتخص أتباعه بصفة عامة. اللهم اجعلنا من أتباع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إذن أبشروا أيها المسلمون، هذا الدين سيحفظه الله سبحانه. من حفظ الله عز وجل أنه سيهيئ له أيضا الدولة المسلمة المؤمنة بجيشها وعسكرها وجنودها، سيهيئ الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن ينتشر هذا الدين من غير أن تكون هناك قوة تحميه.
فإن الله تبارك وتعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون. وبالتالي هذه الأمور التي ترونها وتسمعون عنها من منظمات والمؤسسات وروابط علمية وجمعيات تغلق في بلاد وتفتح في بلدان آخر، الجامعات تغلق في بلدان ويفتحها الله عز وجل في بلدان آخر، حكومات تقبض وتسجن بعض العلماء وحكومات أخرى تحترم وتقدر وتمنح الجنسيات وهكذا وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالمتصرف في هذه الأمور هو الله تبارك وتعالى وليس الناس. وأسس هذه الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها المسلمون أبشروا وأملوا، الموضوع كله أنت ماذا قدمت لدين الله، أنت ماذا قدمت لنفسك. أما دين الله فهو منصور شئت أم أبيت، أما دين الله عز وجل. لذلك ربنا عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. موضوعك أنت، ماذا قدمت لنفسك، كيف دافعت عن هذا الدين، ماذا نشرت، ماذا علمت زوجتك، هل عملت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في بيتك وأهلك وأمك وجيرانك وشعبك ووطنك. الموضوع أنت. ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين. موضوع ليس موضوع أن هذا الدين تنصره أنت ولا ينصرها، تكفل الله عز وجل بهذا أنه سوف ينصر الله. ألم ينصر الله عز وجل هذا الدين لأكثر من 1000 عام؟ هو المتقدم، هذا الدين كان هو المتقدم. في فترة فقط ما قبل 100 سنة حصل انتكاسة بسبب رجوع المسلمين عن دينهم، فأراد الله عز وجل أن يؤدب المسلمين ويعلمهم أن العزة في هذا الدين، وأن الاستقامة في تمسك، وأن النصر والتوفيق والسيادة والسؤدد في هذا الدين. فمتى ابتعدوا عن هذا الدين سلط الله عليهم أبناء القردة والخنازير وأبناء الزنا وأصحاب الخمور والشهوات، هم الذين يسيطرون على هذا والعياذ بالله. وهذه عقوبة من الله عز وجل حينما الناس تترك دينها وتبتعد عن كتاب ربها وتختار البرلمانات والقوانين الوضعية من أجل أن تتحاكم إليه، فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا واضح جدا في كتاب ربنا تبارك وتعالى. ولذلك هذا هو تأديب من الله سبحانه وتعالى. أنا أتعجب إخواني إن الله قد أدب الصحابة بمعصية واحدة ارتكبوها في غزوة أحد لما تركوا المقر. قالوا قال الله عز وجل عنه ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم من مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذه دروس عظيمة حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام الذين كان يتنزل الوحي عندهم. فالقضية قضية طاعة، قضية عبودية، قضية حكم. ألا لله الدين الخالص. الموضوع متى ما أنت طبقت عبوديتك لله، متى ما مكنك الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مع القلوب الخاشعة المنكسرة التي يعني تلجأ إليه في السراء والضراء، وليس مع القلوب المتكبرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرط واحد فقط، يعبدونني، وهو الذل والخضوع والتعظيم لله عز وجل. أنت تريد الاستخلاف، ملك لله، هو السلطة ملك لله تبارك وتعالى. تمكين الأرض وأن تكون أنت الممكن تعبد الله فيها بحرية، ملك لله عز وجل، ليس ملك للأمم المتحدة ولا للدول الخمسة ولا لغيرها، إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. ولذلك الله عز وجل طلب شيئا واحدا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأين هذه العبادة؟ والعبادة المقصود بها تعظيم الرب سبحانه وتعالى والتوكل عليه والإنابة إليه بمفهومها العام الذي شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، هو التعظيم لله عز وجل. أن يكون قلوبنا كلها مع الله، تكون خاضعة لله، هو المانع، هو المعطي، هو المعز، هو المذل، ونعمل على هذا. فإذا عصيناه أن ترتعد
فرائصنا خوفا منه، كما كان يحصل هذا لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. سنشرح في هذه الخارطة حينما كان يدخل ويخرج بمجرد عارض أنه رأى. انظروا إلى هذه الصورة العجيبة، يتغير وجه رسول الله ويتلون وجهه ويحمر خوفا من الله عز وجل، ويدخل ويخرج ويدخل ويخرج في بيته وهو يلاحظ هذه السحابة، يقول ما يدريني لعلها تكون عارض كما أمطر عاد وقوم، كما أمطرت عاد وثمود. إذن إخواني الموضوع كله باختصار هو متى ما نكون نحن عبيد لله عز وجل ونقيم، الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وهذه العبودية، وآتوا الزكاة هذه العبودية المالية، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه العبودة الحياتية إن صح التعبير. حياتك كلها وأنت تعيش تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا ترضى بالمنكر أبدا، كل ذلك منطلق من يعبدونني لا يشركون بي شيئا. دخلنا في هذه المقدمة حقيقة حتى نبين أهمية السيرة النبوية المفترضة التي نحن ندرسها أبناءنا بشكل يومي. مع الأسف حتى في مناهجنا ومدارسنا وجامعاتنا السيرة النبوية نجعلها مادة واحدة في الأسبوع وتكون في آخر حصة، وقد يعني أنهك يعني قد يكون الطلاب قد بذلوا جهدا كبيرا في الدروس السابقة وانتهكت قواهم، فتبقى السيرة النبوية مجرد سيرة عابرة يقص فيها القصص، في حين أنها مدارس بل مدرسة عظيمة تبين كيف انتشر هذا الدين وكيف قام، وما الجهد الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. موعدنا اليوم المدينة المنورة وقت الهجرة، وكان اسمها يثرب. سنشرح اليوم المدينة المنورة وقت شرفها الله عز وجل بمقدم خير البشر صلى الله عليه وسلم. لما نقول خير البشر هو فعلا خير البشر عليه الصلاة والسلام، إن لم يكن خير المخلوقات من ملائكة ومن البشر ومن غيرها، هو النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات على الإطلاق. شرف الله هذه البقعة العظيمة بمجيء هذا النبي الكريم الذي صلى بالأنبياء في بيت المقدس إماما، الذي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، الذي هو الوحيد يسجد بين يدي الرحمن تحت العرش بين يدي الله تبارك وتعالى، فيسجد ويقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا النبي الكريم العظيم الذي وهبه الله عز وجل منقبة كبرى لفضل من الله سبحانه وتعالى محض، ولما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبودية عالية لربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، فقد اتخذ الله عز وجل أيضا محمدا خليلا. اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك اتخذ الله عز وجل نبينا محمدا كما صح ذلك في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، هذا يدلك على المقام. لذلك وصف أنس بن مالك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء لها كل شيء، وفعلا هذه الإضاءة حسية ومعنوية، يعني ولذلك سميت المدينة المنورة. نحن هنا اختصرنا وقلنا المدينة وقت الهجرة كان اسمها يثرب. فنحن نتحدث عن أعظم إنسان في الوجود، عن أعظم إنسان في الوجود، ونتحدث عن إنسان بركته موجودة حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن نبي هذه الأمة ورسولها الكريم، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
يعني حديث أرجو أن يكون ممتعا، ونحن نتحدث عن نبينا الكريم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، رحمة. فتتأسف حينما تجد أن هناك من يكفر به، هناك من لا يقبل دعوته. والله وأسفاه على العباد، تحزن حقيقة. هذا النبي الكريم الذي ملئ قلبه رحمة وشفقة ويكاد يقتل نفسه من أجل هذه الأمة، لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. دعونا نشاهد كيف كانت المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الأكارم، بالنسبة للموقع الجغرافي، المدينة المنورة تقع في الجزيرة العربية في الحجاز، على ساحل البحر الأحمر، على بعد تقريبا حوالي من 100 إلى 150 كيلومتر. المقياس غير دقيق لأني حرصت فقط أن آتي لكم بالبقعة نفسها، لكن هي قريبة ومعروفة مكانها. تبعد عن مكة المكرمة حوالي 450-480 كيلومتر، تبعد عن جدة 450 كيلومتر تقريبا، عن سيف البحر لا تبعد أكثر من تقريبا من 100 إلى 120 كيلومتر. المدينة محاطة بصخور بركانية، تسمى هذه البخور حرات. هذه الصخور البركانية يعود تاريخها إلى قبل 5000 سنة قبل الإسلام. 5000 سنة قبل الإسلام انفجر بركان، فانتشر هذا البركان حول المدينة المنورة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهو المتصرف في أرضه التي خلقها جل وعلا. فأصبحت هذه الحرة من جهة الشرق وتسمى حرة واقم، ومن جهة الغرب وتسمى حرة الوبرة، ومن الجهة الجنوبية وتسمى الحرة الجنوبية. هذه الحرات الثلاثة لا تستطيع الأحصنة ولا الجمال ولا حتى السيارات أن تمر منها، إلا أن تعبد هذه الحجارة ويصبح هناك طرق تمر منها السيارات. أما بحالتها فلا تستطيع، لأنها صخور بركانية شديدة الحدة، ممكن يعني تشق قدم الجمل وتؤذي قدم الحصان والحمار أكرمكم الله، أو أي دابة من الدواب، بل حتى ممكن أن تضرب عجلات السيارات. إذن هو من العجائب أن الله سبحانه وتعالى حمى المدينة المنورة من هذه الجهات الثلاث. الجهة الشمالية يوجد بها جبل أحد. هذا الجبل طوله 7 كيلو وعرضه حوالي تقريبا 50 كيلو، طوله 7 كيلو وعرضه حوالي كيلوين، ليس 50 كيلو، هذا خطأ مني. الطول لأنه هو سلسلة جبلية، طوله 7 كيلو وعرضه حوالي كيلوين. ارتفاعه حقيقة نسيت، حوالي 1500 قدم، معلومة غير دقيقة، لكن له ارتفاع شاهق. وهذا الجبل ثبت في الصحيح أنه جبل من جبال الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحد جبل من جبال الجنة. هكذا كان النص النبوي الشريف بأن هذا الجبل جبل من جبال الجنة. هل هو نزل من الجنة وأصبح هنا أو سيكون في الجنة؟ هذا تفصيل لا نحتاج إليه، طالما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الجبل جبل من جبال الجنة. ولذلك صعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصعد عليه معه أيضا أبو بكر وعمر وعثمان. هذا الجبل اهتز برسول الله صلى الله عليه وسلم اهتزازا خفيفا، اهتزاز المحبة واهتزاز العشق واهتزاز الاحترام للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوف حتى الجمادات يعني تضرب تحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حجر كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. الجذع كان يخطب عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، فلما تركه الجذع يعني شجرة يا جماعة مقصوصة
بكت تعظيما وحزنا لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتكي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى مكانة رسول الله حتى عند الجمادات، تعرفوا مكانه صلى الله عليه وسلم وقدره. نحن ما قدرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، والله ما قدرناه حق قدره. لكن شوف هذا الجبل لما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرح اهتز الجبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والحديث صحيح، اثبت أحد، يعني كأنه يقول له: أبشر بالخير، أبشر، وصلت تحيتك. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وصلت تحيتك، وصل تعظيمك، وصل احترامك لنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. إذن الجبال تحب، الجمادات تحب وتكره، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إذن السماوات تبكي للصالحين وتحزن لفراقهم، الله يجعلنا وإياكم منهم. وأيضا هي تفرح بموت الظلمة والمجرمين والخاسئين، لذلك فما بكت عليهم. مفهوم المخالفة أنها تفرح بالصالحين وتفرح بموت المجرمين. نعم، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هؤلاء المجرمين من بني من قوم فرعون ومن بني إسرائيل. الشاهد مشاهدي الأكارم، يعني صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد وقال: جبل يحبنا ونحبه، اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر الصديق، والشهيدان عمر الفاروق وعثمان بن عفان. هذا الجبل يعترض المدينة المنورة من الجهة الشمالية، وهناك أرض سبخة سلسة باتجاه المنطقة الشمالية الغربية. في هذه المنطقة حفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا من أجل أن يغلق الطريق على جيش الأحزاب، كما سنشرح إن شاء الله في المرات القادمة. الجبل كان ممتد، الخندق ممتد من جبل أحد باتجاه جبل دويخل. هذا الجبل اليوم هو يقع في شارع سلطانة. إذا كنتم تعرفون المدينة المنورة لو ذهبتم، في هناك شارع يسمى شارع سلطانة بعد كوبري الدائري، وأنت متجه باتجاه الحرم، تجد عند مطعم النابلسي. هذا الجبل يسمى جبل الدويخل. البلدية عاملين فيه الآن شلالات تنزل منه مياه، منظر كأنه شلال. حفر الصحابة من هذا الجبل باتجاه جبل أحد حوالي 2,500 متر الخندق. ولذلك من هنا إذن المدينة محاطة من جهاتها 3 بصخور بركانية، ومن الجهة الشمالية بجبل أحد، ومن الجهة الشمالية الغربية بأرض سبخة، وهي التي تمر منها القوافل ويخرج منها ويدخلون التجار. يعني سدها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن انتهت معركة الأحزاب أعاد الطريق كما كان. من الجهة الجنوبية جبل يسمى جبل عير. هذا الجبل أيضا فيه رواية عجيبة أنه من جبال النار. هذه الرواية رواها أهل السنن الحقيقة، وفي الحديث فيه ضعف، لكن تتعجب من كون هذا الجبل من جبال الجنة والحديث فيه ثابت. وهذا قد تكون الرواية صحيحة أن هذا الجبل جبل عير من جبال النار والعياذ بالله. فكأن الله يقول: احرصوا على الجنة واحذروا من النار، احرصوا على الجنة واحذروا من النار. أو كأن مصير المؤمنين الجنة
ومصير الكافرين من سكان المدينة وغيرهم النار والعياذ بالله. يعني شيء عجيب، يعني لو بحثتم ستجدون هذا الحديث فيما يتعلق بجبل عير أنه جبل من جبال النار عياذا بالله. المدينة حرم من عير إلى ثور. عير هذا هو الجبل المعترض الكبير في جنوب، إذا وأنت خارج من المدينة المنورة متجه بسيارتك إلى مكة المكرمة، بعد أن تتعدى الحليفة تجد أمامك جبل ضخم معترض كذا، سبحان الله، كأنه ظلة، جبل ليس فيه صخور وليس فيه حقيقة مرتفعات، هو مرتفع ضخم ومستوي على مساحة تقريبا 700 متر إلى كيلو تقريبا، جبل ضخم هو. هذا الجبل يقع في جنوب المدينة المنورة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور. ثور جبل صغير كأنه ثور بارك، يعني يقع خلف جبل أحد على مسافة 500 متر تقريبا، وانت متجه من جبل أحد باتجاه منتزه يسمى، اللهم حضر قلوبنا، هذا المنتزه اسمه منتزه البيضة، أيوة تذكرته، يسمى منتزه البيضة. على بعد 500 متر انت خلي جبل أحد خلفك واتجه باتجاه المنتزه البيضاء، حتجد جبل ثور. إذا أنت ابتعدت 500 متر ثم رجعت مرة أخرى وقفت، ترى أمامك جبل ثور، جبل كأنه ثور بارك، سبحان الله. أي والله أنا شاهدت ورأيت وتعجبت كأنه ثور بارك. هذا الجبل هو حدود المدينة المنورة. قال صلى الله عليه وسلم: الثور المدينة حرم من عير إلى ثور، حرم من عير إلى ثور. قاس العلماء المسافة من جبل عير إلى جبل ثور وجدوها تقريبا 25 كيلومتر، وقالوا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا المدينة المنورة، فبالتالي قالوا إذن المدينة حرم في دائرة قطرها 25 كيلومتر، في دائرة قطرها 25 كيلومتر. إذن المدينة حرم باتجاه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا مسافة 25 كيلومتر. هذه المدينة ذكرت بعض الروايات أنه سيأتي زمان ويكون لها 8 أبواب أو 7 أبواب، نسيت، وآفة العلم النسيان، وأعتقد أنها 7 أبواب سيبنى على المدينة، والله أعلم، 7 أبواب. هذه الأبواب ستكون المدينة مسورة من جهاتها، من كل جهاتها، بحيث أنه لا يدخلها غريب ولا يدخلها أيضا الدجال الأعور. إذن هذا الموقع الجغرافي للمدينة المنورة حرم من عير إلى ثور، وتحدها من الجهة الشرقية حرة واقم، ومن الغربية حرة الوبرة، ومن الجهة الجنوبية الحرة الجنوبية. هناك معالم مهمة يجب علينا أن نتكلم. تكلمنا عن جبل دويخل، تكلمنا عن جبل أحد، باقي أن نتكلم عن جبل سلع. هذا الجبل الجميل اللطيف قد حضر معركة الأحزاب، ولو سألناه وكان ينطق لأجاب وأخبرنا بحوادث عظيمة حصلت في منطقة غزوة الأحزاب. يبعد هذا الجبل على تقريبا 700 متر، عفوا، يعني مسافة ليست بعيدة، يعني كيلو إلى كيلو ونصف تقريبا جبل سلع. أنت لو خرجت من الحرم النبوي واتجهت باتجاه شارع السلطانة وأنت ماشي، ستجد قبل أن تصل، بعد ما يعني في منطقة تسمى المساجد السبعة. المساجد السبعة ليست بعيدة، كيلوين تقريبا، كيلوين يكفي المساجد السبعة. هذه المنطقة اليوم وضعوا لها مساجد 7 لأن معسكر النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا. معسكر النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة الخندق كان على جبل سلع، فهو جبل مهم إلى الآن موجود
وإن كانت المباني حوله اليوم قد غزته موجود، ولكن جبل سلع لا يزال معلما من معالم المدينة المنورة، ينبغي على الزوار أن يذهبوا ويزوروه ويطلعوا عليه. نحتاج أن نتحدث أيضا في الموقع الجغرافي للمدينة المنورة، أن المدينة المنورة أيضا آتاها الله عز وجل 3 أودية: وادي مهزور وكان عليه بنو قريظة، ووادي مذينب، ووادي بطحان. وادي بطحان يأتي من الجهة الجنوبية ويمتد باتجاه وسط المدينة، وهو وادي معروف كان عليه أيضا بنو قينقاع، وهم اليوم سنتحدث عن كما تلاحظون أن وادي بطحان قادم باتجاه على ماشي في وسط المدينة، وكان بنو قينقاع مسيطرين عليه تقريبا. ثم أيضا من المعالم المهمة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وادي العقيق. هذا الوادي وادي مبارك. لما حج النبي عليه الصلاة والسلام ومر على هذا الوادي، نزل عليه ملك فقال له: صل في هذا الوادي المبارك وقول حجة في عمرة. فهو واد مبارك حقيقة، لكن كثير من الناس لا يهتمون بهذا الوادي، ولا حتى الحجاج لا يصلون هاتين الركعتين. والعلماء لم حقيقة يؤكدوا على أن من الصلاة في هذا مجال يعني في هذا الوادي أنه من السنة المؤكدة، لكن السيرة النبوية والأحاديث تذكر على أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل من راحلته وصلى في هذا الوادي المبارك وقال حجة في عمرة، فهي سنة مفقودة. هذه هي المدينة المنورة من الناحية الجغرافية، محاطة من الجهات الثلاث بهذين، ومن الجهة الشمالية والجنوبية بهذين الجبلين، وفيها معلم كبير جبل سلع وجبل الدويخل. بقي معنا الآن نتحدث عن سكان المدينة المنورة. انتهى الوقت، لكن حتى ننهي هذه الخارطة، المدينة المنورة كان يعيشها أول من عاشها العمالقة العرب. ثم لما حصلت فتنة الملك بخت نصر وقتل اليهود وفرقهم، انتشر اليهود في أنحاء العالم، وكان من نصيب المدينة 3 قبائل: بنو قينقاع سكنوا منتصف المدينة، وبنو قريظة سكنوا على وادي مهزور في شرق المدينة، ومناطقهم الآن يسكنها الشيعة العوالي النخاولة، هم في منطقة العوالي، هم يسكنون منطقة بني قريظة. وبنو النضير جنوب المدينة المنورة، وهم كانوا على وادي مذينب وعلى وادي بطحان، لأن بطحان يمتد بهذا الاتجاه، وإن كان الرسام لم يذكر لنا هذا، ولعل هذا الخط يدل على وادي بطحان. إذن هؤلاء هم السكان المدينة المنورة. يبقى معنا أين كان الأوس والخزرج. الخزرج كان معظمهم يعيش باتجاه شرق المدينة المنورة، والأوس في غرب المدينة المنورة. تاريخ الأوس والخزرج: لما تم هدم سد مأرب في اليمن ودعوا على أنفسهم، قالوا: باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. انتشر أبناء العمومة الأوس والخزرج واتجهوا باتجاه المدينة المنورة وسكنوا بها، ووجدوا اليهود قد سبقوهم، ولكن هذه منطقة ليست منطقة يهود كما قلت لكم، هي منطقة العمالقة العرب. واليهود جاءوا أيضا مهاجرين كغيرهم، فسكنوا المدينة المنورة، وليس لهم من المدينة ولا حجر واحد.
الأوس والخزرج قبيلتان عظيمتان، حصل بينهما قتال شديد في المدينة المنورة لسنوات طويلة، وكانت هذه الحروب يشعل نار فتنتها اليهود بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة باتجاه الجنوب، نادى واحد من هؤلاء اليهود: يا بني قيلة، هذا جدكم قد أتى. ومعنى جدكم أي حظكم وعظيمكم وكبيركم. اي والله صدق اليهودي وهو كذوب، لأن جدكم، واختار هذا اللفظ الدقيق، قال هذا جدكم أي عظيمكم. ومن أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي تحترمه الملائكة وتقدره، ويصلي عليه ربنا عز وجل وملائكته مليارات ما لا حصر لهم، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وملائكته، من الذي يستطيع أن يعد الملائكة؟ ملائكة الرحمن من؟ وعلى رأسهم جبريل وإسرافيل وخزنة الجنة وحملة العرش، وتتكلم عن من؟ عن مليارات تلو المليارات، أعداد لا حصر لها، تسلم وتصلي على هذا النبي الكريم. لاحظتم أننا لم نقدر مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسبه بعض الدول ويرسموه بعض الرسام، وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام ما يتحركون ساكنا، مع الأسف ما يحركون ساكنا، يعني لا تهتز لا يعني الدول ولا يحصل لها أي شيء، مجرد بيانات فقط واستنكارات أو تغريدات في التويتر وانتهينا. هذا هو مكان النبي عليه السلام في قلوبنا وأسفاه. إذن هذه المدينة المنورة نورها النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمه، اللهم اجمعنا به في دار كرامتك، يعني غير مبدلين يا ذا الجلال والإكرام. أوردنا حوضه صلى الله عليه وسلم. بنى مسجده في هذا المكان. وأنتم تلاحظون مشاهدي الأكارم الغريب العجيب، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بالقصواء وهي الناقة، والصحابة يخرجون من كل البيوت، بيوت عريقة من الأنصار، بيوت عريقة، يعني عدد المهاجرين كان قليل، الذين هاجروا النبي صلى الله عليه وسلم من 200 إلى 250 شخص، لكن الكلام هنا في عدد سكان المدينة تقريبا من 15 إلى 20 ألف. معلومة غير دقيقة، لكن في هذا الحدود. أنت تحصي هذا من خلال المعارك والمجاهدين، تستطيع أن تعمل. ليست هناك إحصائيات دقيقة لهذا الموضوع، لكن المؤرخون يحاولون أن يجمعوا هذه الأعداد من خلال المعارك، كم كان عدد المهاجرين في معركة كذا، وكم كان عدد المقاتلين في معركة كذا، وهكذا، وليس المهاجرين. مشاهدي الأكارم، الناقة أصبحت تسير بأمر الله تبارك وتعالى حتى وصلت في منتصف المدينة المنورة، مركز سنتر. أنت لو دخلت الآن جوجل ترى أن المسجد النبوي الشريف في سنتر المدينة. من الذي أخبر هذه الناقة أن هذا المكان سيكون مركزا، يعني على مسافة واحدة من جميع الجهات تقريبا؟ ولذلك لما يأتي الدجال الأعور ويرى قصر النبي ويرى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في مسند الإمام أحمد، يقول هذا قصر أحمد، هذا قصر أحمد، حديث صحيح. وكلمة هذا قصر أحمد تنطبق اليوم على هذه التوسعة التي قام بها حكام المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا في توسعتهم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قصر، ويسمى القصر الأبيض. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى الوقت، أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم وصليتم على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. كانت هذه مدينة منورة فيها 3 قبائل من اليهود، بنو قريظة والنضير وقينقاع، وقبيلتان من الأوس والخزرج، وكانوا هم القادة في المدينة المنورة، كان بينهم تحالف إلى آخره. على كل حال دخل النبي صلى الله عليه وسلم
وبنى هنا مسجده؟ كم كان مساحة المسجد النبوي حين بنى؟ من كان معه من زوجاته؟ كيف بنوا الصحابة هذا المسجد؟ لمن كانت الأرض التي بنيت؟ كل ذلك نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة، فكونوا معنا حتى نعرف مقام هذا النبي الكريم وما قدمه لنا صلى الله عليه وسلم، ونورث هذا إلى أبنائنا وإلى بناتنا وزوجاتنا، وهم يورثونه أيضا إلى أبنائهم وأبناء أبنائهم حتى نلقى الله تعالى ونحن غير مبدلين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.